الزعيم عادل إمام قرر يرجع يمثل من تاني، وده بعد ما أقنعته إسعاد يونس ودفعت له 100 مليون جنيه في الفيلم الجديد. بس المفاجأة بقى واللي محدش يتوقعها إنه هيمثل من على كرسي متحرك. الزعيم اللي بيشغل بال المصريين والعرب والكل قلقان بسبب غيابه اللي طول قوي ومحدش عارف هينتهي إمتى، قرر يفاجئ الكل في عيد ميلاده واللي مفترض هيكون في 17 مايو اللي جاي، وهيرجع للسينما من جديد بعد غياب لسنين، وكل ده بسبب صاحبة السعادة إسعاد يونس. بس يا ترى إيه سر رجوع الزعيم للتمثيل من جديد؟ وإيه حكاية الكرسي المتحرك اللي هيمثل من عليه ده؟ وكل ده هنعرفه في فيديو النهاردة، فيلا بينا. الفنانة إسعاد يونس خرجت وفاجأت الجمهور وقالت مجهزة لكم مفاجأة ما حدش يتوقعها، وهي إن الزعيم عادل إمام هيرجع يمثل من جديد بس بشكل مختلف المرة دي غير كل مرة. وللي ما يعرفش، الفنانة إسعاد يونس بتنتج أفلام، يعني مش بتمثل وبس، وليها كمان أفلام كتيرة هي اللي أنتجتهم وصرفت عليهم، خصوصاً إنها متعددة المواهب، فهي بتمثل وبتنتج وكمان بتقدم برامج، فنانة شاملة يعني كده من الآخر. إسعاد يونس جابت سيرة عادل إمام وقالت إنها نجحت تقنعه وهتعيد عرض فيلم زهايمر في السينما من جديد، وده بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده ال84. ربنا يديك الصحة والعافية يا زعيم. طيب يعني هيعملوا جزء تاني من الفيلم ولا ايه بالظبط؟ وايه حكاية ال100 مليون اللي هياخدهم وانه هيمثل كمان على كرسي متحرك؟ بص يا سيدي، إسعاد يونس قالت باعتباري منتجة الفيلم فأنا هعيد عرضه في السينمات من جديد بعد مرور 14 سنة على طرحه في 2010، وده تعبيراً عن تقديرها وتقدير الفن لقيمة الزعيم باعتباره رمز لكل الفنانين في الوطن العربي. عرض زهايمر آخر أفلام الزعيم مش هيكون في مصر بس، ده هيكون في كل الوطن العربي علشان الشباب العربي الجديد اللي ملحقش يتفرج على عادل إمام يشوفه بقى ويتمتع بفنه. أما بالنسبة لحكاية ال100 مليون وإنه هيمثل على كرسي متحرك، فدي رواية تداولت على السوشيال ميديا والناس نقلتها بشكل كبير جدا وبقت ترند، خصوصا ان في كلام كتير طلع الفترة اللي فاتت على ان الزعيم مش بيقدر يمشي حاليا وبيتحرك بكرسي متحرك. الترند ما وقفش على كده وبس، لا ده اتقال كمان ان عادل امام اشترط على اسعاد يونس انه هياخد 100 مليون جنيه علشان يعمل جزء تاني من فيلم زهايمر، وانه هيكون اخر اعماله الفنية واللي هيعتزل بعدها ومش هيرجع للتمثيل من تاني، رغم انه غايب عن الشاشة بقاله شوية حلوين، والكل نفسه يتفرج على الزعيم من تاني في عمل جديد. الزعيم عادل إمام هيكون مفاجأة للجمهور في السينمات، واللي هيقدروا يدخلوا يتفرجوا على آخر أفلامه ويتمتعوا بالأسطورة الفنية اللي هتفضل محفورة في ذهن كل مصري وعربي عصره واتفرج على أعماله الفنية، فربنا يديه الصحة والعافية ويفضل يمتع جمهوره.